رحلتي مع التريكو والكروشيه كانت طويلة ومختلفة. في الكروشيه أنا بدأت بالترتيب المنطقي، غرزة بغرزة، خطوة بخطوة، وقطعة سهلة وفي قطعة أصعب منها لحد ما وصلت للمستوى اللي أنا عايزاه. في التريكو أنا بدأت بطريقة مجنونة شوية، بدأت من حيث انتهى الآخرين. بدأت بقطعة صعبة مستواها متقدم، مش معايا باترن، مش معايا فيديو، مش معايا أي حاجة، وفي الحالتين أنا وصلت اللي أنا عايزاه. دول طريقتين للتعلم، كل طريقة فيهم مختلفة عن التانية. الفكرة إن إيه الطريقة الأحسن؟ بالنسبة لي الطريقة الأحسن هي الجمع بين الاتنين، وده اللي حاولت أعمله في الكورس. أنا مش عايزة اللي يتعلم يكون بطيء قوي، ياخد وقته في كل غرزة لدرجة تخليه يحس بالملل أو يزهق أو ما يكملش، وفي نفس الوقت ما يكونش سريع قوي لدرجة تخليه ياخد خطوات قبل أوانها فبالتالي يفشل وما يكملش. الجمع ما بين الحاجتين، ما بين إنك تبدأ صح بخطوات منطقية وفي نفس الوقت ما تديش الخطوة أكتر من حقها، في الوقت اللي المفروض الخطوة تبدأ فيه تكون بتبدأ خطوة جديدة، عشان لو الخطوة خد أكتر من وقتها النتيجة ما بتكونش مرضية قوي. في الكروشيه أنا بدأت بقطع سهلة، ومع الوقت بقيت قادر أعمل قطع زي دي. وفي التركو أنا بدأت بالقطعة دي من قبل ما أعرف أمسك الإبرة، من قبل ما أعرف أعمل أي حاجة، دي كانت أول قطعة أعملها. ومع الوقت بقيت أعرف أعمل قطع مش هاند ميد أصلا، مجرد صورة أو بلوفر جاهز، بعمله من غير باترن، من غير شكل غرزة، بعمله من الصفر. أقدر أعمل قطع ورا فيديو من غير ما يكون اللغة بتاعته بعرفها سواء روسي أو تركي، وأقدر من صورة بس أطلع القطعة اللي أنا عايزاها من غير ما يكون في فيديو. الحالتين وصلوا لنتيجة واحدة، بس في ناس لو بدأت بواحدة منهم ممكن تفقد الأمل. وفي الحالتين الطريقتين مش صح 100%. زي ما قلت لكم صح ان احنا نجمع ما بين الطريقتين، علشان كده في الكورس كان لازم اجمع ما بين الطريقتين، ما بين ان احنا نتعلم واحدة واحدة بشكل منتظم من غير ما نستعجل خطوات، لكن كمان بخطوات جريئة وشجاعة تخليك ما تديش اي خطوة اكتر من حقها وتروحي للخطوة اللي بعدها من غير ما تفقد الامل. لان زي ما الشجاعة زيادة ممكن تخليكي تجازفي بالفشل، فالبطء الزيادة ممكن يخليكي تفقدي الأمل في أي تقدم.